مرحبا، السلام عليكم. اليوم حنعمل مع بعض وأعلمكم طريقة عمل اللولي بوبس. تابعوا معي الفيديو. في البداية أنا جهزت كيكة قياس 15 سنتي، عادي ممكن تستعملي كيكة تكون عندك في الثلاجة. عملت لعجينة الكيكة زبدة الفول السوداني أو قشدة الفول السوداني. وطبعا في البداية أبدأ أفرم الكيكة أو أفتتها. طبعا تقدروا تستخدموا بواقي الكيك الموجودة عندكم، ما فيش مشكلة برضها. برضه الأمر يناسب. طبعا بعد ما نفتتها بشكل كامل، بعد كذا أعجنها بزبدة الفول السوداني. ممكن كمان نستخدم أكثر من نوع، مثلا ممكن نستخدم زبدة اللوتس. إذا حابين نعمل زبدة اللوتس عشان نفرق بين الأطعمة، ممكن نعمل جناش شوكولاتة، ممكن نعمل برضو نوتيلا. يعني الشيء اللي انتم تحبوه ما فيش مشكلة، أهم شيء عندنا شيء يلم فتاة الكيك. أنا عملت طبعا اللي موجود عندي زبدة الفول السوداني بالإضافة إلى الجناش، وطلعت مذاقها جميل جدا. وانتم على حسب اللي موجود عندكم، ما فيش مشكلة. طبعا المعيارات هنا كله بحسب الكمية الكيك اللي موجودة عندك. مثلا لو عندك كمية أبسط من كذا ممكن ياخذ مقدار أكثر من كذا، أقل من كذا. بالنسبة للجناش وبالنسبة لزبدة الفول، طبعا احنا ما نضيفهوش كل مرة واحدة، نضيف على مراحل عشان ما تصيرش معانا العجينة رقيقة زيادة عن الحد. فإحنا نعجنها على مرحلة مرحلة لحد ما نوصل للشكل المطلوب أو القوام المطلوب لللولي بوبس، لأن لازم نوصل لقوام مطلوب. زي ما انتم ملاحظين الآن أنا وصلت لمرحلة حاولت إني أكور الكيك، ملاحظين معايا، لكن كانت قاسية شوية. يعني كل ما أحاول إني أكورها تتكسر معايا وتتكسر بيدي، يعني ما تاخدش الليونة والمرونة. لاحظوا من الجوانب كيف مشققة. عشان كذا احنا لازم نضيف شوية من السائل. ممكن نضيف من زبدة الفول أو كمية الجناش، ما فيش مشكلة. المهم إننا نضيف بالطريقة المناسبة، نضيف شوي ونستمر بعجنها لحد ما نوصل للقوام المطلوب اللي راح نوصل له. دحين بعد شوية بوريكم إياه كيف وصلنا له، ونبدأ بعد كده نجهزها. تابعوا مع الفيديو. زي ما انتم شايفين أنا وصلت بعد ما أضفت كمان كمية من الجناش أو جزء بسيط من الجناش. لاحظوا معايا صارت معايا ناعمة جدا، وهذا القوام المطلوب اللي احنا محتاجينه لعمل اللولي بوبس. بعد كذا بعد ما ننتهي تماما نلملم جميع العجين ونبدأ نكورها. طبعا أنا استخدمت عندي ملعقة من ملاعق القياس عشان تكون كل اللولي بوبس معايا بنفس القياس. زي ما انتم ملاحظين أنا استخدمت هذه الملعقة لعمل القياس. حكمل المجموعة كامل، بعد كذا أبدأ أكورها. لاحظوا معايا في الفيديو خلصت هنا طريقة عمل التكوير كاملة. عملت جهزت عندي صحن بطن بورق الزبدة، وبدأت أكور
المجموعة تبعي اللي جهزتها. بعد ما انتهي من عمل وتكوير كل الكرات اللولي بوبس اللي موجودة معايا، هبدأ بعد كذا أدخلها في الثلاجة تقريبا من ربع ساعة إلى 20 دقيقة. بعد كذا نبدأ بالعمل الثاني. هتلاحظوا معي هنشاهد بالفيديو بعد شوية كيف عملنا فيها. بعد ما ندخل الكرات في الثلاجة نسيح مقدار من الشوكولاتة البيضاء. زي ما انتم شايفين أنا عملت قطعة شوكولاتة بيضاء خام وعملتها على حمام مائي وخليتها تسخن معايا لحد ما ساحت تماما. بعد كده إذا أنا حابة أستخدم معها الألوان زي ما انتم شايفين، أنا استخدمت هنا دست كلر أو ألوان بودر لتلوين الشوكولاتة الخام. طبعا ما تستخدموش الألوان المائية أو الجل، الألوان بشكل عام السائلة ما نستخدمهاش في تلوين الشوكولاتة الخام لأن لها ألوانها الخاصة. لكن أنا إذا حبيت ألون، يعني حبيت أكسر القاعدة، فاستخدمت الألوان البودر وهي موجودة في جميع المحلات، في محلات أدوات الكيك ممكن تحصلوا جميع الألوان. المهم عندكم هذه الأعواد الخاصة باللولي بوبس زي ما انتم شايفين، أغمسها في الشوكولاتة الخام وأبدأ بعد كذا أغرسها في الكرات بعد ما خرجتها من الثلاجة. زي ما قلت لكم أنا خليتها 20 دقيقة في الفريزر، مش الثلاجة، في الفريزر. بعد كذا بدأت أغرس فيها الأعواد. طبعا عملت فيها من الشوكولاتة الخام زي ما انتم شايفين عشان تثبت معايا. بعد كذا أرجعها برضو فترة من الوقت للثلاجة وأخليها تبرد تماما وتمسك الأعواد في اللولي بوبس. بعد ما فرزنا كرات اللولي بوبس في الفريزر مدة 20 دقيقة أو ربع ساعة ما فيش مشكلة، نكون مجهزين طبعا الشوكولاتة الخام اللي انتم شايفينها. أنا عملت اللون الأبيض، أضفته طبعا برضو بودر لون أبيض، دست كلر بودر، وعشان تكون أفتح شوي طبعا زي ما انتم شايفين أغمس اللولي بوبس في الشوكولاتة الخام وأبدأ أخرج منها الزيادة. طبعا لازم نكون حذرين في هذه المرحلة ونستخدم الأمر بحذر، نخرج منها كل الزيادات الموجودة فيها. طبعا ممكن تستخدموا أي نوع شوكولاتة خام ما فيش مشكلة، ممكن نستخدم الشوكولاتة الخام الدارك، وممكن نستخدم الشوكولاتة بالحليب، يعني أي نوع موجود عندك ما فيش أي نوع من المشكلة. أهم شيء إنك تسخنيها في حمام مائي وتكون ساخنة تمام معاكي، ونبدأ نغمس فيها كرات اللولي بوبس ونستخرج منها أي نوع من الزيادات. معليش حتكون معكم الفترة هذه مملة شوية في العمل، لكن نتيجتها جميلة جدا. لاحظوا معايا. ممكن طبعا أنا زي ما انتم شايفين مجهزة عندي هنا فلين أغرس فيها اللولي بوبس إذا أنا حابة أخليها نوع واقف، وإذا أنا حبيت إنها تكون نائمة على رأسها ما فيش مشكلة برضو. لاحظوا معايا أنا راح أعمل لكم النوعين زي ما انتم شايفين، أو راح تشوفوا إن شاء الله. شوفوا معايا النوع الثاني. طبعا أنا اللي فوق دي غرستها وخليتها تقف بحرارة المطبخ عادي، تقف معايا بسرعة. لكن إذا أنت منطقة حارة ممكن تقف في حالة إذا دخلتيها للثلاجة. وإذا طبعا إحنا لأن جونا بارد، خاصة هذه الأيام أيام شتاء،
فهي تجف بسرعة لوحدها، يعني ما أحتاجش إني أدخلها للثلاجة. زي ما انتم شايفين أنا هنا كمان استخدمت واحدة ثانية، والآن راح أقلبها أرجعها على نفس الوضعية اللي هي موجودة في الكرات. وطبعا انتم ممكن تستخدموا أي طريقة تناسبكم، مفيش مشكلة. أهم شيء إننا نخرج جميع الزيادات من الشوكولاتة الخام من الكرات عشان ما تسيلش معايا. تمام، عشان ما يصيرش معايا ويصبح فيه زيادات ممكن تشوه الكرات أو تشوه منظرها. زي ما انتم شايفين بعد ما خلصت منها تماما وضعتها بوضعيتها الخاصة وخليتهم تجف. طبعا بعد ما خلصت أغلف الكرات كامل، ممكن نزينها بالطريقة اللي نحتاجها. أنا هذه واحدة منهم دهنتها بالفرشة باللون داست كلر، اللون الفضي. طبعا انتم تستخدموا اللون اللي انتم تفضلوه، بس انا بحب اللون الذهبي واللون الفضي لانها تطلع لها منظر جميل زي ما انتم شايفين. ممكن نزينها طبعا بأكثر من طريقة، ولها أكثر من طريقة. ممكن أتطرق كمان لطريقة التزيين في دروس أخرى. لاحظوا كمان أنا هنا استخدمت سكر غذائي ملون، طبعا أخذه جاهز من المحلات. وزي ما انتم شايفين كمان استخدمت بودرة التايلوس عشان أعمل غراء وألصق الكرة أو السكر على الكرات. أضفت له شوية ماء وخلطته، بعدين بالفرشة أبدأ أدهن واحدة من الكرات أو الكمية اللي أنا أحتاجها من الكرات أدهنها بالفرشة كامل. بعد كذا ألصق السكر الغذائي عليها، السكر الملون. طبعا السكر متوفر في السوق بعدة ألوان، وانتم تستخدموا الشيء اللي انتم مناسبكم. لاحظوا أنا دهنت الحين الكرات، واحدة من الكرات دهنتها بالتايلوس الغذائي. هذا التايلوس طبعا هو غذائي وصالح للأكل. وبعد كذا أغلفها بالسكر. لاحظوا أنها حتمسك معايا بسهولة ويصير شكلها مرة حلو. لاحظوا نحاول برضو نطبطب عليها عشان تلصق من جميع الاتجاهات. لاحظوا شكلها جميل جدا. طبعا ممكن احنا نزينها بالشرايط بعد ما نخلص تماما من عمل كل الكرات اللي موجودة معانا. ممكن نزين اللولي بوبس بالشرائط بالورود. ممكن تعمل ورود بعجينة السكر، وممكن نعمل ورود من الورود الجاهزة، ما فيش مشكلة على حسب رغبتكم. إن شاء الله يكون الدرس معكم سهل. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتعليقات واللايكات. شكرا لكم.